افتخر انا مصري بمجموعه الشباب دي. افتخر انا مصري. الشباب دول عملوا اللي انا ما قدرتش اعمله. عملوا ما قدرش يعملوا الجيل بتاعنا. كان عبد الناصر ثورة جيش، النهارده حولوها لثورة شعب. مصر مش مرتاحة، الشعب يريد إسقاط النظام. يا ثورة بيضاء زي الفل، يا ثورة يا ثورة يا ثورة بيضاء زي الفل، يا ثورة يا ثورة يا ثورة يا ثورة بيضاء زي الفل. أنا النهارده لما أغير الدستور مادة 76 و77 بتاع أنا عاوز مادتين رئيس الجمهورية والمدة 4 سنين. عاوز دستور محترم يديني كرامتي كمصري، ما يهمنيش أنا مسلم ولا مسيحي، أنا يهودي ولا درزي، أنا مصري. يدي كرامة. رئيس الجمهورية ده موظف هنا بياخد مرتبه بتاعه منين؟ من الشعب. أنا هقول حاجة، مش البوليس في خدمة الشعب، البوليس والرئيس الجمهورية في خدمة الشعب، مش أنا في خدمة إيه؟ رئيس الجمهورية والأسرة الحاكمة بتاعته. بل يكون في مساواة، في عدل، كل العالم زي بعض. الجيش احنا ايه؟ في كل حقوق الإنسان. يبقى في كل حقوق الإنسان. أنت زي رئيس الجمهورية. يعني لما يبقى في عصر مبارك فين الحرية السياسية دي؟ الله أعلم. طارت في السماء فوق. بدأ حتى العدالة الاجتماعية مش لاقيينها. صعبة جدا تشتغلي، صعبة جدا ليه؟ تتحصلي على شقة، صعبة جدا تبقى عندك كرامة كإنسان. اهم حاجه اللي انا شفتها في الشباب دوت هم بيطالبوا بالتغيير. عملوا حاجات رهيبه، عملوا اللي انا مش قادر اعمله ولا جيلي قادر يعمله. راكبين طياره كبيره وجري بسرعه. احنا كنا مطالبين بالتغيير، كنا ماشيين سلحفه. انا ما كان جالي احباط 20 سنه، انا رجع لي الامل تاني بكره. اخاف الثوره دي المتسربكين يسرقوها، دي واحد، أو الشرطة تلتف حواليها ولاعبها تضيعها. هو يمشي مش هنمشي، هو يمشي مش هنمشي، هو يمشي مش هنمشي. بيقولوا يعني لو مشي حسني مبارك مين هيمسك البلد؟ عبد الناصر أمم القناه هو عنده 38 سنه، يعني كان شاب. اعتقد اي حد من الشباب العظيم ده يقدر يمسك البلد. لو شعب ما فيهوش بديل حسني مبارك يموت احسن. وصحينا وكرامتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرامتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرامتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرامتنا رجعت لينا. سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح. الرسالة وصلت والنتيجة حصلت، الرسالة وصلت والنتيجة حصلت، الرسالة وصلت والنتيجة حصلت.